افريقيا قولا وفعلا بيراميدز يحقق الصعود الاول لدور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا في البلاس 90. مروان حمدي الحراق عملها. مبروك برضو للنادي الاهلي ان هو انتصر النهارده على استاد ابيجان 3-1 بره، وهاتريك لامام عاشور. اداء متميز للنادي الاهلي بالرغم من تعثر النتيجه في الاول، لكن الحمد لله الاهلي قدر يعود بالانتصار وبيراميدز قدر يعود بالانتصار. الخناقه دلوقتي هتبقى على صداره المجموعه، سواء في مجموعه الاهلي او في مجموعه بيراميدز. موقف اورلاندو بايرتس اقوى، لان لو اورلاندو كسب بكره هيبقى خلاص كده الاهلي واورلاندو صعدوا، لكن هتبقى المنافسه على صداره المجموعه. موقف الترجي برضو اقوى، لانه الترجي في المواجهات المباشره مع بيراميدز اقوى، لكن انا اعتقد انه ممكن الترجي يتعثر بكره ويكون ان شاء الله صداره لبيراميدز وان شاء الله صداره للاهلي. اتمنى انه الاهلي وبيراميدز يا اما الاثنين يطلعوا تواني يا اما الاثنين يطلعوا اوائل، لان انا بصراحه مش خايف غير من الاهلي. يعني انا اهم حاجه ان احنا نتجنب مواجهه الاهلي.